السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي، ومبروك لصاحبة الكومنت ده، هي اللي فازت معانا واجابتها صحيحة. اما دلوقتي فيلا بينا نبدأ الحلقة 23 من رواية دموع السيف. وقبل ما نبدأ يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. عند فارس وصبوحة كان الضحك والمسخرة على أبوه هناك بعد ما فاول العصير ما اشتغل. دخلت ملك وهي بتجري على السلم وفي ايدها الكيس اللي اداهولها حسين. كل ده بتشتري حاجات من المكتبة يا بت؟ ملك وهي بتنهج. معلش يا خالتي، كانت زحمة. وقربت من العصير وهي ميتة من العطش ومسكت الكوباية شربتها كلها مرة واحدة. ملك كحت بعنف وهي بتبصلها بقرف. ايه ده يا خالتي؟ دموع بضحكة. ده وكحة. فارس ضحك. ايه ده؟ انت بتعرفي تقلي شهوية ضد؟ هو مين ده؟ جوز اختك قريب. ما عندهاش اخوات بنات يا ظريف؟ صباح بهمس. اما انت بنت مغفلة بصحيح. فارس ضحك. ليه؟ هي مش اختك يا طنط ولا ايه؟ ندى ما خدتش بالها من قصده. ملك بتوهان. لا بنت خالتها. هو انت مين؟ فارس مد ايده. انا فارس الالفي اخو سيف مدير دموع وندى، وفي صداقة قديمة بين امي وخالتك صبوحة. ندى شدت ملك اللي لسه ايدها في ايد فارس بغيظ. اقعدي يا اختي اقعدي بدل ما يعجب بيكي، احسن ده بيعجب باي انثى متحركة. فارس حط رجل على رجل. واحد بفهم وبعرف اقدر الحاجة الحلوة، عندي ذوق مش غشيم. شكر انت بس في نفسك كتير. فارس برفعة حاجب. دي ثقة يا قلبي، وبعدين مش محتاجة اشكر في نفسي، انا اصلا علامة مميزة في القلب على طول. وغمز لها ندى بسخرية. علامة مميزة بشفايف حمرا. دموع بضحكة هبلة. ما ده اللي مميزه يا هطلة. فارس ضحك. شايفة الناس اللي بتفهم قلبي يا دود. وبص لندى بغمزة ونظرة جريئة وهو بيعض على شفته. بس انتي مركزة انتي مع ابو شفايف ايه؟ سبع علامة ولا ايه؟ ندى اتكسفت وبصت له بتوتر وبقت قاعدة مش على بعضها من نظرات عيونه ليها. صباح كسرت الجو اللي مشحون بنظراتهم. شفايف ايه وعلامة ايه يا ولا؟ مش مطمنة، حاسة كلامكم مش بريء كده. دموع بضحكة. صف النية يا صباحة بقى، ولا ده تأثير فراق أبو البنات؟ صباح مصت وهي مغمضة عينيها. أبو البنات هو كان في زيه؟ روح ربنا يرحمك يا غالي عليا. فارس ضحك على طريقتها وهو لسه مركز مع ندى اللي بصت له، وراح هز دماغه بغمزة خفيفة. ملك وقفت. اه صح، خدي يا دموع الكيس ده بعتهولك حسين، قابلني وانا راجع وقال اديهولك. دموع خدت الكيس باستغراب وملك قعدت جنبها وقالت بهدوء. سامحي يا دموع، معلش اعتبريها اخر فرصة. والله هو ندمان والحزن باين عليه، وفراقك مأثر فيه بجد، تحسيه مكسور كده ومحتاجلك. دموع ابتسمت بحب. تكبرتي امتى يا ملوكة؟ ملك ابتسمت بحب. الزمن كفيل بكل شيء يا دموع. دموع طبطبت على رجليها. ربنا يعوضك يا حبيبتي. ندى برفعة حاجب. هو الكيس ده فيه ايه؟ دموع ركنت الكيس جنبها. معرفش. خدي يا بنتي يا مالك، عايزاك تعالي هنا. قوم ياض يا فارس اقعد جنب دموع شويه. فارس بشويش. طب ما ينفعش جنب ندى؟ صباح بصت له بطرف عينيها وربنا بهزر. وقام قعد جنب دموع ولف ناحيتها وندى الناحيه التانيه، وبهدوء قال. ايه بقى يا ست دودو، عامله ايه؟ دموع بهدوء. كويسه يا فارس. مش باين يا قلبي، بتضحكي وتهزري وتتكلمي بس عينيكي فيها كتير. ندى بحشريه. عم اسامه منير. فارس هو بيهش بايده ولف وش دموع ليه تاني اللي كانت بتضحك لندى. هش ركزي معايا دلوقتي وقولي لي اقدر اساعدك في ايه؟ ندى بهمس سمعوا فارس. حط لها قطره في عينيها. فارس ضحك. ما تهمدي بقى يا طنط الله. وغمز لها. مالك؟ ندى بصت في عينيها الجريئه وبلعت ريقه وهي مش عارفه مالها وليه متاثره باقل حركه منه، وايه حكايتها مش على بعضها كده ليه. دموعها هي بتغمض وتفتح في عينيها بسبب مفعول العصير. مفيش حاجة يا فارس صدقني، وبجد شكرا على اهتمامك. بقولك ايه، شغل شكرا وعفوا وجزاك الله كل خيرا ده مش معايا، وبعدين انت زيك زي ياسمين بالنسبة لي دلوقتي، ولا انت شايفة غير كده؟ دموع هزت دماغها بابتسامة. لا طبعا يا حبيبي والله. فارس بضحكة. لا انا بقول نغير العلاقة ونخليكي في مقام المدام بعد حبيبي دي. دموع ضحكت على اخرها. ندى بسخرية. هي ثبات على الموقف بس. فارس بضحكة. عايزة ايه طيب وانا اعمله؟ مش عايزة حاجة يا كوكو. صباح مسكت ملك وقعدت تقرر فيها، وفارس بيتكلم مع دموع وندى كل شوية تتحشر. دموع مسكت الكيس فتحته وبضحكة هبلة. الله شوكولاتة. ندى برفعة حاجب. انت هتاكليها؟ روحي ارقعها في وشي يا مهزقة. كلي يا بنتي وسيبك منها، اللي يجي منه احسن منه، وخليكي على مبدأك برضو.
لا، ما دي في الثبات على الموقف ما عداش، يا مرحميني زيك كده بالظبط. هاتي الكيس ده. دموع عزت دماغها بالرفض وطلعت شوكولاته حدفتها لفارس، وطلعت التانية هتديها لصباح، لقتها نايمه على كتف ملك اللي نامت جنبها، وقاعدين حاليا في كوكب زمردة. دموع بضحكه وحركه مهزوزه، ده ناموا. يلا هاكلها انا. ولسه بتفتح الشوكولاتايه ندى نتشتها منها. دموع جايه هتاخد غيرها، ندى نتشت الكيس وطلعت تجري. دموع وقفت بغيظ. هاتي الكيس يا ندى، بطلي رخامه. ندى وهي واقفه ورا الكنبه، لا يا مهزأه، انت اللي جبتيه لنفسك، هتروحي مني فين يا معقده؟ وجريت ورا ندى اللي قعدت تلف في الشقه، ووراها دموع، وفارس قاعد بيضحك عليهم وهو شايف مفعول العصير بقى عالي وهو تاني بس اقل منهم علشان شرب نص بس. ولسه قايم يمشي وفتح باب الشقة، ندى زقته وطلعت تجري فوق السطح، ودموع وراها وصوتهم عالي وبيزعقوا مع بعض، ودي تشتم ودي ترد. فارس خبط على صدره. يا لهوي، ده هربت منهم خالص. احي، اعمل ايه؟ اسيبهم كده؟ احسن واحدة ترمي التانية من فوق. وطلع يجري وراهم، والتليفون رن ورد عليه. انت فين ياض ده كله؟ انا لسه عند السبوحة يا برو، والحريم خرجت عن السيطرة. انت بتقول ايه؟ وايه الصوت اللي جنبك ده؟ مش لازم تفهم دلوقتي. ندى ودموع بيجروا ورا بعض فوق السطح دلوقتي، ومش بعيد واحدة تحدف التانية من فوق. اعمل ايه؟ الحقني. سيف على الناحية التانية وقف بقى. تميم 5 وجايلك، بص براحتك، البيت بيتك مش هتأخر. ونزل يجري. خلاص يا بنات استهدوا بالله يخرب بيتكم. ندى ودموع بصوله، وفي نفس الوقت مالكش دعوه، انت ما تتدخلش. تصدقوا انا غلطان؟ اولعوا في بعض. وطلع التليفون وصورهم وهو عمال يضحك على منظرهم وهم بيشدوا في شعر بعض. دي هتبقى زلة العمر يا ندوش، يخرب بيتكم حاسبوا. قال الأخيرة لما الاتنين قربوا من البلكونة القصيرة، وسند التليفون في أقرب مكان ليه وجري عليهم وحاول يفصلهم، والكاميرا لسه شغالة. سيف نزل بسرعة وراح ناحية بيت سبوحة، وكان محتار بين بيتها ولا البيت اللي جنبه، بس سمع صوتهم اللي واصل لتحت. طلع يجري، الصوت كل مدى كان بيوضح ليه. يلا يا معدومة الكرامة يا مهزأة، انتي مالكيش دعوة يا معقدة يا باردة. استهدوا بالله يا بنات، عيب كده، انتوا اخوات. سيف وقف قدامهم ولقى فارس واقف بيشد في دموع، ودموع ماسكة في ندى. ايه اللي بيحصل هنا؟ فارس لف على صوت سيف الخشن. الحق يا برو، البنات رجعت في KG2. سيف قرب منهم. عملت ايه يا مصيبة؟ انا قلت مش مطمن لك. فارس هو بيضحك. مش وقته. سيف كتف دموع من ظهرها وهو ماسك ايدها وشالها من الارض وهي عمالة ترفس برجليها. اوعى بقولك، اوعى سيبني يا سيلفا، انا عايزة الشوكولاتة. حركتها على صدر سيف خلت نبضه زاد، وقفها قدامه على حيطة وثبتها وهو بيحاول يسيطر عليها، وبهدوء قال بس اهدي وانا هجيب لك نجمة من السما لو عايزة. دموع بدأت تهدى وندى كانت هتروح وراهم. فارس وقف قدامها، فارس هو فاتح ايديه وبيقرب ناحيتها. انت ايه بقى؟ ما تهمدي، كله منك اصلا. ندى وهي بترجع لورا. اوعى ياض من وشي. فارس بسخرية ولسه بيقرب ناحيتها. ولو ما وعدتش. ندى بتوتر. بس يا فارس. فارس ابتسم. دلوقتي بقت فارس. ندى وهي لسه بترجع لحد ما بقت في اخر ركن على السطح وخبطت فيه، بصت وراها لقت مفيش مهرب، وبصت لفارس اللي عينيه بتلمع بنظرات كلها شقاوة. ندى بعيون نعسانة ودايخة وصوت جنن فارس. ما انت مش عاجبك كوكو. فارس قرب منها اكتر بعد ما داب من نبرتها وعينيها المسبلة. كل حاجة منك حلوة. ندى بهدوء. يعني عجبك؟ فارس حط ايده جنبها على الحيط. قوي، عجبني قوي. ندى بتوهان وهي بتبص لفارس بعمق وبتحاول تركز. انت حلو قوي يا فارس. فارس بهدوء. حلو ازاي يعني؟ شكلك، عيونك، حركاتك. فارس بحب. وايه كمان؟ ندى بصت في عيونه. كل حاجة، بس انت خفيف مش رزين كده وعاقل. عارف؟ فارس قرب اكتر. عارف ايه؟ كنت متغاظة وانت بتكلم دموع ومهتم بيها وانا لا. وايه كمان يا قلبي؟ عندي دموع اللي سيف وقف بيها ناحية السلم واستندت قدامه على الحيطة. بس يا دموع اهدي بقى. دموع هزت دماغها بحماس. ماشي، بس هتجيب لي نجمة بجد؟ سيف بسخرية. هو انت شاربة حاجة ولا ايه؟ دموع هزت راسها بضحكة هبلة. سيف بلم باستغراب. ده بجد؟ اه والله. العصير اللي انت بعته مع فارس حراق قوي، بس دلوقتي انا مش حاسه باي حاجه، حاسه اني بطير مش ماشيه، ومن الصبح وانا بضحك. فعلا عصير السعاده زي ما قال فارس. سيف بصدمه. عصير حراق؟ وفي باله. يا ابن الكلب يا فارس، انا قلت مش مطمن لك. وبص لدموع بقلق. انت كويسه؟ دموع وهي بترجع راسها لورا بسبب تقولها.
لا، حاسة جسمي سخن وفي حاجة غريبة، أنا مش عارفة إيه هي. دماغي تقيلة ومش قادرة أفتح عينيا. وحطت إيدها على وش سيف. سيلفر، سيف نزل إيدها. أنت بتتعرفي عليا من أول وجديد ولا إيه؟ دموعها ضحكت. انا اصلا مش مصدقه انك سيلفر لحد دلوقتي. سيف بهدوء. وبالنسبه لرسمتي على تيشيرتك دي ايه، هوا؟ دموعها ازت دماغها. لا، دي حلوه قوي، انت حافظ ملامحي اكتر مني. سيف بهدوء. ملامحك اتحفرت في قلبي. دموع بسهتان ودوخه. بتقول ايه؟ سيف بلع ريقه. مش بقول يا دموعي. دموع ضحكت. دموعك؟ سيف هز راسه. دموع سيف. دموع بهدوء. سيف. سيف نسي نفسه من نبرتها وغمض عينيه ونفسه عالي. قولي تاني. دموع بهمس. سيف. تاني. سيف جسمه اتوتر. دموع سيف ووجعه. دموع بصت في وشه ومركزة في عيونه وقالت عيونك حلوة يا سيف. سيف فتح عينيه بصدمة واتصدم أكتر من منظر عينيها الدبلانة اللي مركزة عليه. بلع ريقه ومسح على وشه التوتر وقال في باله اللهم اغزيك يا شطان. وبصلها وقال يلا عشان تنزلي. دموع بدلع. لا مش نازلة، خلينا شوية. سيف بصلها. نعم يا دموع، عايزة ايه؟ دموع بتوهان. عايزة حضن. سيف فتح عينيه بصدمة وبص الناحية التانية ونفخ ولسه عينيه مبرقة ورجع بصلها. يلا يا دموع على تحت، كفاية قوي كده. دموع قلبت شفايفها بحزن واتكلمت زي الأطفال. هو انت مش قلتلي هجيبلك نجمة لو عايزة؟ انت كدبت عليا. هو ليه لما اطلب حاجة مش بتنفذلي؟ هو انا ماليش تأثير بجد؟ هو انا مش حلوة؟ سيف قرب منها ورجع شعرها لورا بهدوء بعد ما داب من نبرتها وشكلها الطفولي. انت فتنة يا دموعي، بس ما ينفعش. انا نفسي اعمل اكتر من كده بكتير بس ما ينفعش، صدقيني. دموعي اتعلقت في رقبته بدلع. خلاص انا مش عايزة الكتير، انا عايزة حضن واحد بس. سيب بخشونة. دموع بتصميم وهي بتقرب وشها عليه بعد ما اتعلقت في رقبته. علشان خاطر يا سيف بهدوء. انت لو فوقتي وفاكره كلامك ده هتقتلي نفسك، بس انا عارف انت دماغك دلوقتي في ذمه الله، واللي مصبرني انه كل ده مش هتفتكريه. سيف لسه هيتحرك، سمع دموع اللي بتتكلم بصوت على وشك العياط. لا ماليش دعوة، ما أنا عايزة الشوكولاتة، أنا عايزة حسين. سيف لف بغضب وعينيه بتطق شرار لما سمع آخر جملة قالتها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم. واستنى الحلقة الجاية قوية وكوميدية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة. بحبكم قوي. سلام.